خير واهلا بكم في الصالون الثقافي رقم 130 لقاء العلمانيين بعنوان مناقشه في كتاب في لاهوت الاستبداد والعنف والفريضه الغائبه في خطاب الدين الاسلامي. يقول عالم النفس سيغموند فرويد ان الاعتقاد بامتلاك الحقيقه هو مصدر كل قمع، ولا يخفى على من يتابع احوال الشرق الاوسط الراهنه وما يسود من نزاعات مذهبيه ان يدرك الاثار التدميريه للانظمه التسلطيه الشموليه وتخريبها لبنى الحياه العقليه والاخلاقيه والروحيه. تمثلت الاستراتيجية الرئيسية لتلك الأنظمة حتى تضمن ديمومة البقاء في السلطة في تقريب رجال دين محترفين في استدعاء نصوص تراثية ودينية تمنح النظام الحاكم السلطة المطلقة السياسية والدينية على المحكومين. ومن ثم غرس فكرة في العقل الجمعي مودها أن الإنسان لا يملك من أمره شيئا، فالقدرة لله، والنظام الحاكم مبعوث السماح بإنفاذ أمر الله في عباده. ومن ثم يتماهى الاستبداد مع الفكر الديني، ويصبح الخروج على النظام الحاكم أو مجرد معارضته بمثابة خروج على الدين ذاته. إن الكتاب محل نقاش اليوم استطاع تفكيك المقولات المكونة للنموذج الأصولي وما يشبهها من تناقضات من خلال فهم آلياته وتأويله، ليثبت أن الإشكال لا يتعلق بنظام سياسي يتم إحلاله بنظام آخر بقدر ما يتعلق بأفكار موروثة تم تقديسها. أذكركم بعنوان الكتاب في لاهوت الاستبداد والعنف والفريضة الغائبة في تجديد الخطاب الديني الإسلامي. الكتاب من إصدار الهيئة العامة للكتاب. ويشرفنا أن يكون ضيف الصالون اليوم الأستاذ الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. لجوء على التقديم والإطراء الذي أتمنى يعني أن أكون مستحقا له. والشكر طبعا لحركة علمانيون، حركة علمانيون شافت أن الكتاب يستحق يعني أن يكون موضوعا في نقاش مفتوح. فلازم أشكر أحمد ولازم أشكر أيمن ولازم أشكر كل من يعني رأى أن في الكتاب شيئا يستحق معه أن يكون موضوعا للنقاش معه. في الحقيقة أنا يعني هيأت نفسي على أن أكون مستمعا أكثر من أن أكون يعني متحدثا، ومناقشة بمعنى أن أنا سأكون أنا الشخص الذي ستتم مناقشة أكثر حتى أيضا من أن أكون مناقشا. ولكن يقتضي المقام أن أنا يعني أقدم فكرة عن هذا الكتاب. الكتاب ده يعني فكرته بتراودني ربما من أوائل القرن، السنوات الأولى جدا في القرن 21 ده اللي احنا فيه، وبالذات في سنة 2003. في سنة 2003 أنا على مدى سنة 2002 كنت بعاني من اضطهاد شديد في جامعة القاهرة، وحصل أنه تم منعي من التدريس. يعني قيل لي أنه ليس مضبوطا إلا أنك تقعد في بيتك وتاخد مرتبك وما تدرس. وبذكر أنه لما السيد العميد وصل لي القرار كان بيقول لي أنه هذا هو أخف شيء يمكن في مواجهة الضغوط اللي بتتعرض بيها الكلية من جانب الجهات الأمنية تحديدا، بخصوصك إن إحنا نطلب منك فقط إنك مدرس بس. فده أتاح لي فرصة إن أنا أترك جامعة القاهرة ل3 سنوات وأخرج من جامعة القاهرة إلى جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا علشان أروح أدرس في قسم الدراسات الدينية ودرس الإسلام في
قسم الدراسات الدينية في كلية الإنسانيات في جامعة كيب تاون. فكان الأستاذ اللي هو كان المفروض هيعمل الكورس في السمستر ده اللي أنا رحت فيه، اللي أنا حليت محله، الأستاذ اللي أنا حليت محله لأنه كان هو عنده عمل، هو أستاذ جنوب أفريقي لكن كان عنده عمل في جامعة لايدن، فهو راح لايدن وأنا بدل منه ذهبت إلى كيب تاون. كان الأستاذ يقترح إنه هيعمل كورس، كان الكورس لطلبة الدراسات العليا، طلبة الماجستير اللي بيتقدموا علشان يعملوا الماجستير في قسم الدراسات الدينية. فكان هيعمل كورس عن التيارات الفكر، البيسك ترندز يعني في الفكر الإسلامي المعاصر. فأنا لقيت إنه أنك هتتكلم في البيسك ترندز ده كلام عام جدا. فأذكر إن أنا عملت الكورس بتاعي الأولاني وأتانا بمجموعة كبيرة من الطلاب، وكانوا كوكبة متنوعة من الطلاب الأوروبيين والأمريكان والهنود. يعني أذكر إنه كانت الكوكبة دي فيها طلاب من الهند وفيها طلاب من الولايات المتحدة وفيها طلاب من الدول الإسكندنافية تحديدا، وكان في طالبة ألمانية كمان كانت موجودة فيه. وكان الكورس ده كنت عملت عنوان الكورس ده Theology of Oppression، لاهوت القمع، في مقابل الموضة اللي كانت شغالة عن أو الكلام اللي بيتقال في إطار لاهوت التحرير. يعني في كلام كتير عن لاهوت التحرير وأصبح يعني اتجاه سائد في التفكير بعد ما حط أسس ومجموعة من آباء من الأساقفة والآباء في أمريكا اللاتينية بالذات في البرازيل وبعض البلدان اللاتينية. فأنا قلت طب أنا جاي من عالم مسلم وما عندناش كنيسة، واللاهوت اللي نعرفه المهيمن عندنا هو لاهوت للقمع، مفيش لاهوت للتحرر. فاقترحت ان انا اعمل هذا الكورس في السمستر ده، وبدأت فكرة لاهوت القمع يعني اللي هو سميناه، حطينا عنوان ليه في الكتاب ده، سميناه لاهوت الاستبداد والعنف. انه في الحقيقة ما اريد ان اقوله وما يريد الكتاب ان يقوله هو انه الاستبداد ليس مجرد يعني مسألة سياسية. التعامل مع الاستبداد على انه قضية سياسية يمكن حلها سياسيا، اظن انه ده بيثبت طول الوقت انه من قبيل الاوهام الكبرى، وانه الاستبداد بنية ليها ما يؤسسها في الذهن نفسه، الذهن بنية ذهنية وبنية معتقدية لاهوتية، وانه من دون تفكيك هذه البنيات الاولية هيظل كل اشتغال سياسي على الاستبداد اشتغالا غير منتج، مش هينتج طول ما الأبنية العميقة اللي هي الغائرة التي لا يكون الناس في أحيان كثيرة على وعي بها، الناس ما بيكونوش على وعي بالأبنية الغائرة اللي هي بتغذي الاستبداد. طول ما استمرت هذه الأبنية مهيمنة ومسيطرة وفعالة وشغالة وبتنتج طول الوقت، هيظل الاستبداد أطروحة قائمة بتقدم نفسها. علشان كده أنا شايف إنه في حالتنا إحنا عايزين نفكك هذه البنيات العميقة اللي هي بتغذي الاستبداد وتنتج. أنا في نظري الكتاب بيحاجج حوالين هذه الأطروحة، إنه ما يمكن أن نقول أنه اللاهوت الأشعري هو لاهوت منتج للاستبداد بالأصالة،
هو لاهوت بيغذي الاستبداد. هو ومش بس الاستبداد، يعني لأنه احنا بنقرن الاستبداد بالعنف، بل هو أيضا لاهوت منتج للعنف في الحقيقة. يعني لهذا السبب أنا كنت أخذت يعني إن أنا أحلل تجليات الإسلام السياسي. الإسلام السياسي العنيف دلوقتي اللي بيمارس العنف في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، هذا الإسلام السياسي بيظل طول الوقت يعني يتم تقديمه على إنه شيء لا علاقة له باللاهوت القديم، باللاهوت الأشعري القديم، وفي الحقيقة إنه مرتبط. أنا أعرف إنه في ظروف خاصة، بعرف وهتكلم ربما هركز أكتر معاكم في النقاش حوالين إيه الأسباب الخاصة اللي خلت اللي منها نشأ الإسلام السياسي وبدأ يعني يمثل أزمة نعاني منها. دي قضاياي الأساسية، دي القضايا الأساسية يعني بتاعتي اللي أنا بطرحها، إنه علم العقائد الأشعري، علم التصورات اللي بيقدمها عن الله، زي ما كنا بنتكلم أستاذ محمد قبل المجيء إلى هنا، اللي بيقدمها عن الإنسان، اللي بيقدمها عن التاريخ، اللي بيقدمها عن الوجود، اللي بيقدمها عن القرآن، اللي بيقدمها عن المعرفة، اللي بيقدمها عن الأخلاق. يعني كل ما يقدمه في هذه المجالات هو منتج للاستبداد. يعني ويمكن الإسهام اللي أنا بتصور إنه أنا شخصيا أنا مجرد باحث متواضع بكل تأكيد، وبستعيذ بالله كثيرا من كلمة أنا دي، لما استخدم كلمة أنا يعني دي، لكن إذا جاز إن أنا أقول إن أنا يعني عندي إسهام كباحث في هذه المسائل، يمكن أنا حاولت إن أنا أحلل نظرية الوجود الأشعرية، الأنطولوجيا الأشعرية، وأكشف إزاي إنه هذه الأنطولوجيا الأشعرية أنطولوجيا منتجة للعنف، منتجة للاستبداد. حاولت في كتابي الأخير في كتابي لسه ما ظهرش، أتمنى إنه احنا نراه يعني قريبا، عن القرآن، نصوص حول القرآن، إنه أنا شايف إنه القرآن إزاي الثقافة إزاي مسكت القرآن وحولت القرآن نفسه إلى أداة طيعة في يد السلطان يستعبد بها الناس ويستبد بها على الناس. ده حصل. يعني هذا أيضا الأشعرية والحنبلية مسؤولين عنه مسؤولية مباشرة. الله كما يتم تصوره في العقائد الأشعرية بصفاته وذاته وإيه علاقة الذات بالصفات وهذه المسائل كلها، وهل يا ترى تصورنا للإنسان بيؤثر في تصورنا لله، ولا بيتم تصور الله كده باعتباره هوية تتحدث تحددا مطلقا بعيدا عن أي وعي بالعالم، عن أي وعي بالإنسان. الله كيفية حضور الله في اللاهوت الأشعري، وإزاي إنه الكيفية التي يحضر بها الله في اللاهوت الأشعري أو في علم العقائد الأشعري، علشان احنا عارفين كلمة اللاهوت شوية لما بنستخدمها بالنسبة للإسلام بالظبط كده. يعني دايما يقولوا لنا اللاهوت ده حاجة متعلقة بالمسيحية، مالكش علاقة بالإسلام، ما فيش فيه حاجة اسمها لاهوت. لا، في حاجة اسمها عقائد، وهو اللاهوت المسيحي هو اللي بيتكلم في العقيدة المسيحية، زي ما عندنا علم الكلام الإسلامي بيتكلم في العقيدة بتاعت المسلمين، فاللاهوت المسيحي هو كمان بيتكلم في العقيدة بتاعت المسيحية. الصورة اللي بيتم بها تقديم الله في اللاهوت الأشعري أو في علم الكلام الأشعري صورة بتقطع قطعا ابتداء من تحدده بذاته، تحدده كده كوجود أولاني يعني مطلق، وصفاته تتحدد تحددا مطلقا ليس في علاقة مع شيء خارجه. هذا التحدد، واحنا هنا بنتكلم عن التصور بتاع الله، لأنه أنا ما يعنيش
انا مش هقدر اعرف الله في ذاته ده موجود ازاي، انا ما اعرفوش، انا ما اقدرش، انا بعرف الله بحسب قدراتي انا. فكل ما نتحدث عنه انا لا اتحدث عن الله في الحقيقه، انا في الحقيقه بكتشف في النهايه ان كل حديث عمله البشر هو مش عن الله، هو عن تصوراتهم عن الله. هم ازاي بيتصوروا الله؟ يعني البشر لا يقدمون لنا الله لان هم ما يعرفوهوش، لكن هم اللي بيقدموه طول الوقت هو تصورهم عن الله. فلما بييجوا يتعاركوا حوالين الله، العركة في الحقيقة عركة تصورات، عركة تصورات بتاعتهم، لأنه الله نفسه ليس موضوعا لا للمعاينة ولا للملامسة. والذين تصارعوا حوالين الله لم يتصارعوا، ما كان يتصارع هو تصوراتهم ليس شيئا آخر. وبما أنه صراع تصورات حوالينا بس التصورات دي موضوع الله، فهو بيعكس أوضاع البشر. تصورات دائما عاكسة لأوضاع البشر وعاكسة لمواقعهم الاجتماعية والتاريخية والسياسية إلى آخره. طالما بنتكلم في إطار تصورات البشر. في الحقيقة الكتاب كمان أصر على اكتشاف حاجة مهمة بعد كل التحليل اللي هو مارسه لإزاي إنه العقيدة الأشعرية عقيدة منتجة للاستبداد، في إنه يحاول يقرأ الوجه العنيف دلوقتي اللي بتتسم به حركات الإسلام السياسي. حركات الإسلام السياسي المنظرين بتوعها الكبار، يعني في منظرين كبار لهذه الحركات. أظن أنه سيد قطب واحد من أهم المنظرين بتوع يعني الإسلام السياسي. كل اللي كتبوا بعد سيد قطب في مصر على الأقل كلهم خارجين من عباية سيد قطب، يعني شكري مصطفى ولا محمد عبد السلام فرج ولا ما اعرفش مين ولا مين، كل دول كل هذه النتاجات خارجه من سيد قطب بالاساس. فانا كان بيهمني قوي ان انا احلل خطاب سيد قطب، علشان مش ولا خطاب متفرد كده نشأ بينشئ عقيده لوحده بعيد عن اي انتماء لمنظومه عقائديه سابقه. وفي الحقيقه انه تبدل لي في القرايه اللي انا قدمتها في الكتاب انه لا يمكن فهم المقولات الكبرى، مش بس المقولات الكبرى والعلاقات التي يقيمها سيد قطب بين هذه المقولات اذا لا يمكن فهمها اذا ما غابت الاشعريه. لو الاشعريه غابت امكانيه فهم خطاب سيد قطب. وانا لما بتكلم على خطاب سيد قطب يا اخوانا اسمحوا لي وارجو ان لا اكون متعالما، لما بتكلم على الخطاب انا بتكلم على النظام اللي الافكار بتنتظم داخله. انا مش بتكلم على الافكار، مش بتكلم على المضمون اللي بيقدمه سيد قطب، لكن انا بتكلم على الاطار الكلي اللي بتتحرك فيه الافكار بتاعه سيد قطب. لما بروح لهذا الاطار بكتشف انه المقولات اللي بتكون هذا الاطار، العلاقات بين هذه المقولات علاقات لا يمكن فهمها على الاطلاق خارج نظام الاشعريه، خارج خطاب الاشعريه. صحيح، وده ارجو ان تسمحوا لي استرسل فيه قليلا. صحيح سيد قطب، ودي مشكله ويا ريتنا، لانه في كلام دلوقتي كتير عن الاصلاح الديني بيتم في مصر والتجديد والمسائل دي كلها، وبيبدو لي احيانا انه الناس بتتكلم في احيان كتيره بدون علم. العلم مش موجود. الناس عندنا في شهوه كلام في مصر، في شهوه كلام وفي شهوه كتابه في مصر. لسوء الحظ شهوه الكلام وشهوه الكتابه بتعكس فقر معرفي فظيع في احيان كتير. احنا عندنا في الاصلاح الديني، انا عايز بعد ما شفت الاسس اللي وجهت خطاب العنف
عند سيد قطب وهي مقولات أشعرية، إلا أنه في الحقيقة العصر الحديث أظهر لنا مشكلة سيد قطب خارج منها. يعني سيد قطب بالمناسبة ابن الحداثة بالمناسبة، يعني قبل الحداثة يمكن كان إمكانية ظهور سيد قطب دي صعبة شوية. ازاي ابن الحداثة؟ أنا بأحاجج الآن حوالين فرضية وبحاول أثبت هذه الفرضية، وشايف إنه في مؤشرات كتيرة على مصداقية هذه الفرضية. الفرضية بتقول لي إنه في القرن ال19 مع بدء ظهور ما يسمى بالإصلاح الديني، بدأت يعني في هذا الإصلاح تظهر حركة. الحركة دي اختزلت كل أزمة الإسلام في السياسة. الأزمة بتاعت الإسلام تبدت لهؤلاء في إنها أزمة سياسة. وهقول لكم ده جه ازاي وظهر مع مين تحديدا. ده ظهر مع جمال الدين الأفغاني. وجمال الدين الأفغاني أنا أعتقد إنه واحد من الناس اللي هم دورهم بارز جدا جدا في تأسيس الإسلام السياسي. يعني اللي عايز يشوف الإسلام السياسي ده النبع الأول اللي هو يعني أطلق شرارته، يعني من أطلق شرارة الإسلام السياسي جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني عمل قاربه يدهش. وأنا شايف أنا واحد من الناس اللي بيرتبوا على كده إن أنا ما بعتبرش محمد عبده تلميذ لجمال الدين الأفغاني. أنا واحد من الناس اللي رافضين تماما اعتبار محمد عبده تلميذ للأفغاني، بمثل ما لن أعتبر رشيد رضا تلميذ لمحمد عبده. يعني أنا شخصيا ضد هذه الأطروحة اللي شايفة إنه رشيد رضا تلميذ لمحمد عبده ومحمد عبده تلميذ للأفغاني على الإطلاق. هذا ليس صحيح. تلمذة مكانية جوارية، زي ما أنا قاعد أنا وجوب كده جنب بعض، تمام؟ وجوب قاعد بيتكلم وأنا قاعد بسمعه وإلى آخره. لكن في التحليل الأخير دي عوالم متباينة بالكلية. وحوالي ده إزاي؟ جمال الدين الأفغاني لو تذكروا إنه السياق اللي ظهر ونشأ فيه وعقل وتربى فيه، وهو بيقول كده بالمناسبة، هو الهند. جمال الدين الأفغاني تجربة الهند أكثر تجربة أثرت فيه تجربة الهند، وهو جنب الهند. إيه اللي حصل في الهند؟ المسلمين كانوا بيحكموا الهند 8 قرون ونص، يعني على مدى 8 قرون ونصف المسلمين بيحكموا الهند. وكان للإسلام تجربة نقدر نقول مع دولة المغول الإسلامية اللي كانت بتحكم الهند، كان الإسلام في الهند تجربة منيرة في الحقيقة. لحد ما الحداثة دخلت الهند، الأوروبيين هم دخلوا الهند وظلوا من خلال شركة الهند الشرقية يشتغلوا في الهند إلى أن يعني سيطروا على الهند سيطرة استعمارية كاملة، وأصبحت الهند تابعة للتاج البريطاني. فسقط حكم المسلمين للهند 1857. المسلمين دولتهم اختفت، حكمهم وقع. فردة الفعل في المواجهة دي، في مواجهة سقوط حكم المسلمين في الهند، كان بيقول لك كده الإسلام سقط في الهند، وكان سقوط دولة الإسلام، سقوط الحكم الإسلامي في الهند تحول إلى أنه أصبح علامة على سقوط الإسلام في الهند. الإسلام هيضيع،
الاسلام ملوش مستقبل. الاسلام ليه يا اخوان؟ لانه خلاص دولته وقعت. فبدأ من هنا من السياق ده الربط بين حضور الإسلام وبين الدولة، إنه لازم يكون في قبض على الدولة. الإسلام طول ما هو بعيد عن السياسة وبعيد عن الدولة يعني هيتعرض للإهدار وللضياع ولن يكون هناك إسلام. كده ظهرت في الهند في الوقت ده حركة اسمها حركة الخلافة، يعني محاولة لبناء خلافة إسلامية أو محاولة التأكيد، محاولة التأكيد، مش بس محاولة بناء خلافة، لأنه كلام إنك تبني خلافة في الهند ده كلام صعب مستحيل، لكن محاولة التأكيد على إيه؟ محاولة التأكيد على إن نصب الخليفة شرط جوهري لإقامة الدين. لو الخليفة إذا لم يكن هناك خليفة سقط الدين ولا يمكن إقامته. فبدأت السياسة تتحول إلى مكون جوهري ومركزي في الدين، لدرجة إنك بتقول إنه بدون سياسة مفيش دين. بدون الدولة يسقط الدين، بل ويسقط الفرد. بالمناسبة بيسقط الفرد، بيقولوا ازاي بيسقط الفرد، وده كلام هنكتشفه مع الجهاديين المعاصرين دلوقتي. يعني اللي يقرأ واحد زي شكري مصطفى، كلكم عارفين شكري مصطفى اللي هو أسس جماعة التكفير والهجرة في مصر. اللي يقرأ عمل كتاب هو عن الخلافة، يعني عمل الكتاب عنوانه الخلافة. اللي يقرأ الكتاب يجد انه شكري مصطفى بيوصل بقى بالمنطق ربط الدين بالدولة الى حد انه عدم تمكن المسلمين من الدولة بحسب ما بيتصور هو ده يؤدي الى اسقاط بعض الفروض. وكان بيتكلم تحديدا عن فرض صلاة الجمعة، لأنه صلاة الجمعة انتوا عارفين صلاة الجمعة تحديدا دي اتعملت علشان كأنه طقس كده المسلمين بيعلنوا فيه الولاء مش لربنا، لا للوالي للحاكم. فهي علامة من علامات الولاء السياسي، إظهار الولاء السياسي، إظهار الولاء والغلبة بالمعنى السياسي إلى آخره. عشان كده الفقهاء كتير كانوا بيسألوا يعني في الأرض المغصوبة يجوز إقامة صلاة الجمعة ولا ما، يعني أسئلة كثيرة متعلقة بهذا الموضوع. فهو قال لك طالما إنه الجماعة بتاعتنا، ده شغل مصطفى، قال لك طالما إنه الجماعة بتاعتنا لم تبلغ إلى حد التمكين، ويعني بالتمكين مصطلح التمكين ده كانوا بيستخدموه بالمناسبة الإسلاميين من الوقت المبكر ده. يعني مصطلح التمكين مش بضاعة بتاعت الإخوان، مصطلح التمكين يعني له وجود، مش مصطلح السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها، لا ده مصطلح ليه وجود سابق. إذا الجماعة لم تصل إلى مرحلة التمكين فليس عليها أن تقيم فرض صلاة الجمعة، لأنه فرض صلاة الجمعة مرتبط بإن إحنا بندعي للوالي بتاع المسلمين والحاكم المسلمين وما أعرفش إيه. طب الحاكم دلوقتي مش موجود، مفيش سلطة إسلامية ومفيش حاكم، هنصلي ليه صلاة الجمعة؟ فبنقضي الجمعة، بيقضوا الجمعة باعتبارها يا إخوانا باعتبارها ظهر وخلاص وانتهى الموضوع. فمعنى كده إنه المسألة السياسية بدأت تتحول إلى مركز وتحتل موقع المركز في الدين، بحيث انه يعني الارتباط قوي، اصبح قوي بين الدين والسياسي. خدوا بالكم انه ده عمل مشكله لاهل السنه، لانه ده هيوصل باهل السنه، وده كلام عجيب بالمناسبه، لكن
لكن لعلكم تدهشون اذا عرفتم ان حسن البنا نفسه كتب هذا الكلام. يعني حسن البنا في الرسائل بتاعته كتب هذا الكلام. اهل السنه جميعا، تراث اهل السنه جميعا على ايه؟ على انه الخلافه والامامه والمسائل دي كلها والسياسه والامامه والحاجات دي كلها من الفرعيات، من الفروع. وبيقولوا بهذا الكلام علشان يميزوا نفسهم عن مين؟ عن الشيعه، اللي الشيعه بيعتبروا انه مساله الامامه دي من اصول الدين. فهم علشان يميزوا نفسهم عن الشيعة بيقولوا انه مسألة الإمامة والخلافة والمسائل دي كلها من الفرعيات. حسن البنا كتب في الرسائل بتاعته، كتب انه السياسة عندنا معدودة من الأصوليات وليست من الفروع، زي ما التقليد السني مستقر طول الوقت على النظر إلى السياسة على إنها أمر من قواعد الاجتماع، مطلوبة للاجتماع، مطلوبة من أجل اجتماع الناس، علشان لو حصل بين الناس، يعني الناس مش هيعيشوا مع بعض من غير سياسة. لكن مش مطلوبة داخل التقليد السني باعتبارها جزء من الدين. ما هيش مطلوبة كده، ما هيش مطلوبة لهذا السبب، هي مطلوبة كحاجة اجتماعية، لكن ليست مطلوبة كفريضة دينية. يعني ليست مطلوبة باعتبارها فرضا دينيا. لكن الإخوان اللي هييجوا بقى ابتداء من الأفغاني ويعدون السياسة مكونة جوهرية من مكونات الدين، وهيظل الاتجاه ده يفضل يتنامى لحد ما يتلقفه. محمد عبده مش هياخد ده على الإطلاق. محمد عبده كان شايف المسألة في المأزق بتاع العالم الإسلامي في حتة تانية. علشان كده اللي يدرس رأي الاثنين في بعض المسائل، يعني لو رحت لمحمد عبده تشوف رأيه في مسألة ما، وتروح للأفغاني نفسه وتشوف رأيه في نفس المسألة، تحس ان الاثنين مختلفين. ونفس الأمر بيتحقق مع مين؟ مع رشيد رضا. تروح لرشيد رضا تقرا رأيه في مسألة وتقرا رأي محمد عبده في المسألة، تبص لي رشيد رضا بيتبنى رأيا مختلفا عن رأي محمد عبده. محمد عبده كان عنده المسألة، كان عنده مشكلة الإسلام مش مشكلة المسلمين أو مشكلة المجتمعات الإسلامية أو المأزق اللي بيعيشوا الناس ده، مش السياسة ولا هيتحل بالسياسة. مشكلة المسلمين بالأساس عند محمد عبده مشكلة ثقافية، مسألة ثقافية. المسألة متعلقة بأنه الإسلام بيتم استخدامه في التغطية على أشكال من الجمود والتقليد، بحيث بيقدم لنا هذا الجمود وهذا التقليد على إنه دين. فالناس بتتعبد ربنا بالجمود، بتتعبد ربنا بالتقليد. مشكلة الإسلام، مشكلة المسلمين بحسب أيضا محمد عبده، إنه الناس بتحول الإسلام إلى قناع تغطي بيه الظلم الاجتماعي اللي بيوجه ضد المرأة مثلا. فتيجي تقول لك على هذه الممارسات، هذه العادات المقيتة الظالمة اللي بتواجه، هذه الظروف من التمييز اللي بتواجه ضد المرأة، بدل ما تردها وتتعامل معها باعتبارها عادات اجتماعية، تروح محولها إلى دين. تقول لك الإسلام هو اللي عمل. مشكلة محمد عبده في الحقيقة كانت بالأساس، تيجي لواحد زي الكوابي مثلا، مش بس محمد عبده، الحقيقة إنه ده محيب، ده أمر مدهش في الحقيقة، إنك تكتشف إنه الإصلاحيين العرب، خد عندك محمد عبده، خد عندك قاسم أمين، خد عندك عبد الرحمن الكوابي السوري اللي جاي لنا من الشام، خد عندك طاهر الحداد التونسي، يعني خد عندك الكوكبة دي من الأسماء، تبص تلاقيهم ماشيين في مسار واحد، شايفين إنه الإسلام، المشكلة بتاعت المسلمين دلوقتي إنه الإسلام في ناس بتمسكه وتغطي بيه على ممارسات فاسدة، ممارسات عقلية فاسدة ويقول لك ده الإسلام، ممارسات سياسية فاسدة، الاستبداد، الكوابي كتابه المشهور طباع الاستبداد ويقول لك ده الإسلام. طاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع، ظلم بين
بيوجه للمرأة ويقول لك ده الإسلام، دي الشريعة. قاسم أمين نفس المسألة، احنا محدش قرأ قاسم أمين برضه، كل الناس تقول لك قاسم أمين تحرير المرأة ومش عارف ايه بتاعه، محدش قرأ الراجل ما اتقراش، الراجل مهم جدا جدا. إذن المشكلة في أولئك الذين ربطوا حضور الدين، هنا العنف بقى يجي من هنا، ربطوا حضور الدين بامتلاك الدولة، إنه الدين لن يحضر إلا إذا امتلكنا الدولة، لازم نمسك الدولة. الدولة أصبحت شرطة، الدولة أصبحت بقرة مقدسة، ده شيء مقدس لأنها بقت جزء يعني لم تعد الدولة كيانا سياسيا. دي المشكلة، ان الدولة لم تعد هنا يتم النظر إليها باعتبارها جهاز سياسي هيدير الصراع ويدير العلاقات بين الناس في المجتمع. لا، الدولة لم تعد هكذا. الدولة أصبح ينظر إليها على أنها فريضة. امتلاك الدولة أصبح جزء من العبادة، جزء من الدين. دي دولة هتعمل إيه؟ الدولة دي طب أهدافها إيه؟ وظائفها إيه؟ هتعمل إيه الدولة دي؟ الدولة دي لن يكون لها عمل أو ليس من عمل لها إلا أن تطبق الشريعة. هي دولة موجودة ليه بقى؟ احنا بنتعامل معها باعتبارها فرض ديني. أي أنها دولة إيه؟ علشان تطبق الشريعة، يعني دولة إكراه وإلزام. دولة جاية للإكراه وجاية للإلزام. فالنضال من أجل امتلاك هذه الدولة أو الحرب اللي بتديرها الجماعات أو العنف اللي بتديره الجماعات من أجل امتلاك هذه الدولة يصبح جهادا، يصبح هو كمان فريضة. يعني يصبح العنف اللي بتديره هؤلاء في مواجهة الدولة يصبح جهادا ويصبح فريضة ويصبح دينا أيضا. وما ستقوم به دين. لكن قبل ما انتهي للنهايات دي، وانا اتكلمت كتير، شكلي اتكلم كتير، قبل ما ننتهي للنهايات دي انا عايز اذكركم بحد تاني جالنا من الهند، المولودي. بالظبط، المولودي بينهم الاثنين قرن، بين الافغاني وبين المولودي قرن، والاثنين قلنا كده مع بعض. وزي ما كان الافغاني، شوفوا المفارقات عجيبه جدا، زي ما كان الافغاني هو المؤثر على رشيد رضا، ورشيد رضا هو الاستاذ المباشر لحسن البنا. رشيد رضا ده استاذ حسن البنا المباشر. في الاطار ده احب اقول لكم سلامه موسى المصري الجميل ده قال ايه؟ قال مدينه طرابلس ادتنا طعنتين كبار، ادتنا الطاعون وادتنا رشيد رضا. ده كان رأي سلامه موسى، الرأي فيه يعني كان ساوى في البؤس طبعا زي ما انتم شايفين كده بين الطاعون وبين رشيد رضا، يعني كان ينظر اليه على انه طاعون. ومن هنا من الحته دي اللي يشوف اللي عمله رشيد رضا في علي عبد الرازق ده قال له البدايه، ده قاعد يحرض الأزهر، انت ساكت ليه؟ ما تتحرك، هو ده مش منكم ده؟ وقاعد يكتب في المنار مقالات محرضة، ده كافر، ده لازم تكفروه، لازم تعملوه، لازم. وده ليه؟ لأنه فقط علي عبد الرازق تجرب واعتبر ايه؟ واعتبر انه الخلافة دي شأن مدني سياسي، ما هي شأن ديني. الناس اللي بتقول لك ما هو رشيد رضا تلميذ محمد عبده، طب هو محمد عبده قال ايه على السلطه بالمناسبه؟ ومحمد عبده لما في كتابه المشهور اللي هو الاسلام بين العلم والمدنيه، كلامه اللي يقرا كلامه اللي بيقوله محمد عبده عن السلطه يقول لك الخليفه مدني، حاكم مدني. ما هو ده الكلام اللي هيقوله علي عبد الرازق بعد كده. هو علي عبد الرازق هيقول ايه غير كده؟ علي عبد الرازق هيقول لك انه الخليفه هو كمان مدني، حاكم مدني، حاكم سياسي.
لكن رشيد رضا يشتم علي عبد الرازق ويكفره، ونظل علشان قال بانه الخلافه مدنيه، ونظل احنا ننسب رشيد رضا لمين؟ لمحمد عبده اللي هو نفسه قال ان الخلافه مدنيه. ازاي؟ مش عارف، لكن قالوا كله عند العرب صغير، كله بيتجمع كده مع بعض، ونحط ده ونجيب ده نلزقه في ده وده نعمله في ده، واحكام استقرت واصبحنا بنتعامل مع الاحكام المستقره على انها مسلمات لازم نقبلها وما نناقش فيها. هيجي لنا الموجودي بقى هيروح زي ما الافغاني وصل عبر رشيد رضا الى حسن البنا، الموجودي بقى هيتواصل مباشره مع سيد طلعوا على طول. والموجودي هيجي بالفكره الاخطر، الفكره الاخطر، بس خدوا بالكم علشان الفكره اللي اسسها اصلا موجوده عن حسن البنا. حسن البنا الناس دلوقتي بتميزها، بتقول لك الاخوان بتوع البنا والاخوان بتوع قطب. والله يا اخواننا ده حسن البنا يا ابويا ده مشاكله اكبر من قطب، ده قطب ده كان خايب لانه كان صريح تمام وعاش في ظرف فضحه. لكن حسن البنا ده مش ممكن، ده مش ممكن، ده مش ممكن. ده راجل كده عامل زي الحيه، ملمسه ناعم جدا 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 وبيقول كلام ناعم وكلام سوفت، لكن ورا الكلام السوفت ده ديناميت عند حسن البنا. لانه فكره الاسلام الشامل، على فكره حسن البنا عنده فكره كده بيدافع عنها بشده، هي فكره الاسلام الشامل. الاسلام الشامل ده اللي هو ايه؟ الاسلام الشامل اللي هو يحكم كل شيء ما يفلتش منه حاجه. هي دي الفكره اللي هتتطور بعد كده وتتحول الى فكره الحاكميه الالهيه. ودي الفكره اللي بتغذي العنف السائد. كل حد بتكلمه دلوقتي انت يا ابني بتعمل اللي انت بتعمله ليه؟ بتفجر هنا ليه وبتعمل هنا؟ حكم شرع الله، حكم الله، حكم ما اعرفش ايه. الموجودي أسس المفهوم ده بتاع الحاكمية في كتاب معروف ليه اسمه كتاب المصطلحات الأربعة. وفي أول مصطلح من هذه المصطلحات اللي هو مصطلح الألوهية، هو بيتكلم عن الألوهية. وعلشان بس يبقى الأمور واضحة، نظريته في حكاية الألوهية دي نظرية الأول حد اتكلم فيها وأسسها ابن تيمية. ابن تيمية ده المؤسس الأول. النظرية جت منه، لأنه خد بالك بقى إنه الحاكمية كنا احنا بنتكلم يعني عن الدولة والدولة كفريضة دينية وإلى آخره. الحاكمية هتتحول إلى جزء من توحيد المسلم. التوحيد جزء منين يا اخوانا؟ من التوحيد. نظريه التوحيد، اذا بتؤمن بالله الواحد يبقى عليك ان تؤمن بايه؟ بالحاكميه. اذا بقى لا تؤمن بالحاكميه، خد بالك بقى، اذا لا تؤمن بالحاكميه يبقى انت ايه؟ مش مسلم، مشرك على طول. هي المساله سهله، الاحكام سهله جدا. تؤمن بالحاكمية يبقى تؤمن بالله الواحد، إذا تؤمن بالله الواحد يبقى لازم تؤمن بالحاكمية. لا تؤمن بالحاكمية فأنت إذا لا تؤمن بالله الواحد، وفي هذه الحالة فأنت مشرك. أنا مش هتكلم على التفصيل ولا يعني إزاي المسألة إزاي النظرية اشتغلت أولا عند ابن تيمية وبعد كده خدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو كمان طوال في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وبعد كده بقى تلقفها منهم بقى كالثمرة الناضجة أبو الأعلى الموجودي. يلفت النظر لما تقرأ اللي كتبه أبو الأعلى الموجودي عن الحاكمية إنه ألح إلحاح شديدا على الربط بين
شديد، الحاح شديد على الربط بين الحاجتين دول، الحاكميه والسلطه. من لا سلطه له لا يمكن ان يكون الها، ما ينفعش يبقى اله. طبعا بتكلم عن اله يبقى ليه ايه يا اخوانا؟ ليه السلطه الشامله الكامله المطلقه. ربوبية. نعم. ربوبية. فاهم؟ ربوبية. لا الربوبيه حاجه ثانيه. لا يا شباب، الربوبيه حاجه ثانيه. افرق بين توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، لكن انا مش هدخل في انا قلت ان انا مش هدخل في المساله دي. والتمييز ده اساسا تمييز عمله ابن تيميه، يعني اول حد عمل التمييز ده ابن تيميه، يعني هو واخده من ابن تيميه، واخده من ابن تيميه مرورا بالشيخ ابن عبد الوهاب. والغريب انه ابن تيميه كان بيستدعى في الهند في القرن 19، زي ما كان بيستدعى على فكره الرشيد رضا اول واحد دخل ابن تيميه مصر بالمناسبه. ابن تيميه ما كانش ليه وجود في مصر، لكن مين اللي جابه لمصر؟ رشيد رضا. ابن تيميه كان شغال في القرن 19 حاجه زي الفل. تروح اليمن تلاقي ابن تيميه موجود مع الشوكاني ما اعرفش مين ده. تيجي مصر تلاقيه شغال مع رشيد رضا. تروح الهند تلاقيه شغال مع ولي الله الدهلوي، شغال من دماغ شغال. الربط بين الحاكميه والسلطه واعتبار انه لا يمكن ان يكون الها من لا سلطه له، وانه اذا بتتكلم عن الله يبقى هو له السلطه المطلقه في كل حاجه. في كل حاجه، توضح لي في كل حاجه زي ايه؟ يعني مش هو اللي بيحكم الكون وهو اللي بيخلق وبيرزق وبيدبر وبيحيي وبيميت وكل له طبعا ماشي، ما عنديش مشكله في ده. زي ما بيعمل كده هو برضه ليه السلطه بالمعنى السياسي. خدوا بالكم من النقله دي اللي بتتم، النقله المراوغه دي اللي بيتم. ده بيرقص الناس ترقيص، ده بلغه لعب الكوره يعني، دي مغازله. يعني اللي بيعمله عمنا الموجودي مغازله، بيغازل الناس، مراوغ خطير. زي ما هو حاكم هنا، زي ما هو حاكم في الميدان الكوني بالمعنى الواسع، هو صاحب السلطه في الميدان الكوني بالمعنى الواسع، فهو صاحب السلطه في المجال اللي بيخص الاجتماع والسياسه كمان. يعني ما يخص الاجتماع والسياسه هو كمان صاحب الايه يا اخوانا؟ صاحب السلطه. تقول له بس ده معناه ان انت بتساوي بين الاثنين. ده صح. التسويه اللي انت عملتها دي بين المجال الكوني وبين المجال الاجتماعي السياسي، دي تسويه ممكنه؟ محدش سأل السؤال ده بالمناسبه، محدش سأله، بس انا سألته. يعني انا سألته السؤال ده، انا قلت له انت بتساوي هنا بين السلطه في المجال الكوني وبتساوي بين السلطه في المجال الاجتماعي والسياسي، فهل هما يستويان؟ في الحقيقه لا يمكن ان يستوي، ما ينفعش. كل اللي بيقرا ابن تيميه، كل اللي بيقرا الموجودي بيقبل منه المساله كده كانها مسلمه، طالما هو صاحب السلطه المطلقه في المجال الكوني هيبقى صاحب السلطه المطلقه كمان في المجال الاجتماعي والسياسي، لانه اذا كانت سلطته في المجال الكوني بتتحقق من خلال قوانين موضوعيه ثابته، مش كده ولا ايه؟ مش في المجال الكوني هو حاكميته بتتحقق من خلال ايه؟ من خلال قوانين، سنن. خلونا نستخدم المفردات اللي هو نفسه بيستخدمها، الموجودي نفسه بيستخدمها، من خلال سنن كونيه تتميز هذه السنن بالثبات، مش كده ولا ايه؟ ينفع مثلا نطلع نقوم الصبح مثلا نلاقي الشمس بدل ما كانت بتجيلنا من المشرق تروح لنا في ولا ينفع مثلا واحد دلوقتي يفتح الشباك اللي قدامنا ده والبلكونه اللي قدامنا ده ويروح ماشي كده مندفع ويقول لك ممكن ما اقعش تحت،
ممكن اطلع فوق. ممكن حد يعمل الكلام ده؟ ولا في قوانين بتتميز بالاستقلال عننا وبالثبات؟ إذا كانت حاكمية الله في المجال الكوني بتتحقق من خلال هذه السنن الكونية الموضوعية اللي بتتميز بالاستقلال والثبات، فحاكميته في مجال الاجتماع والسياسة بتتحقق من خلال ايه؟ يقول لك من خلال شرعه. اسأله طب وهو شرعه بيتميز بالثبات والموضوعية هو كمان؟ يقول لنا نقول له طب ورينا دليل. يقول طب عندكم انتوا دليل؟ نقول له عندنا من الأدلة ما لا يحصى على انه المسلمين نفسهم في عصر النبوة نفسه الأحكام دي، المنطوقات النصية بالأحكام دي اختلفوا حواليه. عندنا دليل من القرآن نفسه قبل ما نروح للاختلاف. يقول لنا ايه الدليل؟ نقول له انت بتؤمن معانا بانه في حاجة اسمها الناسخ والمنسوخ ولا ما بتؤمنش؟ يقول طبعا في حاجة اسمها الناسخ والمنسوخ. نقول له طب دلالة الناسخ والمنسوخ ايه؟ انه الأحكام ايه؟ ثابتة ولا بتتغير؟ تتغير، بتتحول. يبقى كأن القرآن نفسه بيقول لنا انه الأحكام تتبدل بالثبت، قابلة لهذا، عكس المجال الكوني. في 23 سنة بس في 23 سنة 23 سنة بالظبط، في 23 سنة ولا فرق؟ مش أكتر من 23. يعني 23 سنة القرآن بيقدم لك نموذج على انه الاحكام لا تتميز باي ثبات او نهائيه. الاحكام 23 سنه اتمت لا تمديدكم. نعم، غير المفتوح ان يتم يقول لك كده في اخر 23 سنه دول اتممت لا تمديدكم. ما هو انا قبل ما انت تيجي يا شادي كان انا جيت لقيت في نقاش داير حوالين اللي عمله عمر مع المؤلفة قلوبهم، مع حكم المؤلفة قلوبهم، ومع الغنائم، ومع السرقة، وكان اللي بيعمله عمر في الحقيقة. وبعد كده إذا كان عمر عمل كده في حقيقة التاريخ بعد كده ويعمل لنا حاجة، يروح ساقط لنا حاجة اسمها مؤسسة العبودية، مؤسسة الرق، فنكتشف إنه الأحكام دي ما بقاش ليها فاعلية ولا شغالة. يعني النسخ شغال طول الوقت. تمام؟ وبعدين لو كانت هذه النهائية أو هذه النهائية قائمة، ما كان يعني حسب ما سجلت لنا كتب المفسرين، ما كان الصحابة أنفسهم اختلفوا في قراءتهم لآيات تحمل أحكام، يعني تقدر ما يقول عنه الفقهاء أنها فروضا مقدرة، يعني فروض مقدرة. ويجي بعد كده الصحابة يختلفون في قراءتهم لهذه الفروض المقدرة. هذا يعني ببساطة أنه هذه الأحكام بتتميز بقابليتها للتحرك، يعني أحكام الاجتماع والسياسة بتتميز بأنها قابلة للتغير والتبدل، عكس الأحكام اللي موجودة في المجال الكوني. لكن هو اعتمد على هذه المراوغة وخلاك ابتداء من إقرارك بأنه الأحكام في المجال الكوني ثابتة وما بتتغيرش، هي اللي حطها ربنا، فعليك انك تروح كمان للمجال الاجتماع والسياسة وتتعامل مع الأحكام كمان على انها ثابتة وما بتتغيرش ولا حطها ربنا. تمام؟ السبب ده يعني أنا بفكر احتمال يكون ده مقالي للأهرام اللي جاي إن شاء الله، يكون مقالي للأهرام، لأني بفكر أكتب المقال ده. أنا كاتب الفكرة في الحقيقة في دراسة بعملها دلوقتي طويلة عن الشريعة، إنه هل دي حاكمية الله ولا حاكمية بشر بيتخبوا ورا الله؟ يعني هو لما نبقى في النهاية هنوصل إلى إنه ما سيتم الحكم به في مجال الاجتماع والسياسة هو أحكام
بيعملها الناس، بيفكر فيها الناس، بتعكس فهم الناس، بتعكس وعي الناس، بتعكس وضع الناس، بتعكس المسائل دي كلها، ودي كلها أوضاع بشرية. يبقى يا ترى الحاكمية هنا حاكمية بشر ولا حاكمية الله زي ما حاول المودودي إنه هو يقدم لنا؟ أنا أظن إنه هذا التصور اللي قدمه المودودي للحاكمية واللي اعتبر فيه ربط في الحاكمية ربطا موثقا، ربطا وثيقا، رباطا غليظا بنظرية التوحيد. يعني الكلام اللي كان الأستاذ محمد بيطرحه برضه قبل ما ندخل النصوص، احنا لازم نرجع للإلهيات. طب ما انت في قلب الإلهيات، ده الديناميك كله جالك من قلب الإلهيات اللي بنى نظريته في الحاكمية، اللي بنى نظرية الحاكمية واعتبر ان نظرية الحاكمية يعني أن تؤمن بالله الواحد ينبغي أن تؤمن بالله الحاكم، ينبغي أن تؤمن بالحاكمية الإلهية، وإن لم تؤمن بالحاكمية الإلهية فأنت مشرك. نتعامل مع اللاهوت ده على إنه إيه؟ لاهوت استبداد وعنف ولا لاهوت ديمقراطية وحوار وتفاهم وتسامح؟ هو يعني ماذا تنتظرون ممن تمترس وراء الادعاء بأنه يجاهد من أجل حاكمية الله؟ هل تنتظر منه أنه هيحاورك ولا أنه هيمارس ضدك أعتى أشكال العنف وأكثرها قسوة ودموية؟ هيمارس ضدك بالشكل الأعنف والشكل الدموي. لهذا السبب يا إخوانا أكرر ما قلته في البداية، إنه الاستبداد والعنف في عالمنا مش مجرد مسائل هتفضها السياسة، دي مسائل محتاج شغل تفكيكي لأنظمة العقل، أنظمة الاعتقاد، أنظمة الفقه. كل المنظومات دي القديمة محتاجة إن احنا نقوم بعملية تفكيك. ده ما يعنيش إن احنا بنقول للسياسي يا سياسي خليك زي ما انت، لا، احنا بنطلب من السياسي إنه يكون ديمقراطي أكتر، لأنه المناخات الديمقراطية اللي ممكن يعني يتبلور في إطارها حوار، اللي ممكن يتبلور في إطارها حركة نقدية، أظن إنه ده هو ما علينا أن نناضل من أجله، إنه نناضل من أجل المزيد من الحوار، نناضل من أجل المزيد من النقد، توطئة لتفكيك المنظومات القديمة اللي هي مسؤولة مسؤولية مباشرة عما نحن فيه. وأشكركم. شكرا جزيلا دكتور علي على تقديم التاريخ الشامل لتسلسل الاحداث. ومن قبل اللي حضرتك قدمته لنا في يعني بعض النقط اللي اتمنى حضرتك توضح لنا يعني وجهه نظر فيها. اولا واضح ان مشروعك في الكتاب قائم على فرضيه ان المشكله تبدا من الاشعريه. طيب ما قبل الاشعريه هل هو خالي من هذا القمع؟ واذا كان في قمع طيب ما اسسه اصلا؟ وهل اسسه توجد في النص المؤسس ولا في فهم النص المؤسس؟ في النص نفسه ام في القراءه؟ الشيء الثاني بقى هو طب بس انا ممكن لازم اخد ورقه عشان اشكل تاذن لي. خليني اسجل النقطه الاولى يا استاذ شادي. اتفضل. النقطه الاولى متعلقه بما قبل الاشعريه، مش كده؟ يعني هو في فهمنا نظريه حضرتك في الكتاب انت تاسس ان المشكله بدات من القراءه الاشعريه او من يعني وجهه نظر الاشعريه هي اساس المشكله اللي احنا فيها النهارده. تمام. ما قبل الاشعريه في قاعده ولا ما فيش؟ اذا كان في ما هو اساسه؟ هل اساسه في النص ام في قراءته؟ في القراءه فقط هي يعني حضرتك فاهم انا اقصد يعني بالطريقه اللي كان بيتكلم فيها كمان المرحوم دكتور نصر. شيء ثاني بقى مهم جدا، هل
بعيدا عن الاسلام وما قبل النص الاسلامي كمان. في قمع برضه في المسيحيه وفي اليهوديه ولا سيما في الدائره الابراهيميه بصفه عامه. اوكي؟ في هذا القمع نقدر نقول الابراهيمي يعني في المنطقه كلها، هل هو برضه هو قبل لسان بس قبل الاشعريه يعني هل هو قائم على مشكله ادعاء الحقيقه المطلقه ولا لا؟ يعني السؤال بطريقه اخرى، هل المشكله الحقيقيه هي ادعاء الحقيقه المطلقه ام هي نص معين؟ وبالتالي دي مشكله فلسفيه ابعد منها من كونها ابراهيميه او غيرها يعني. هي بس ممكن تكون تجدد في منطقتنا لان يعني ظهرت تحت المظله الابراهيميه، لكن قد تكون المشكله بدليل مثلا انه في الشيوعيه مع ادعاء الحقيقه المطلقه برضه في قمع. وبالتالي بقت المشكله بقى ايه؟ المظله بتاعتها عاليه جدا، تخطط الامور يعني. ثانيا حضرتك اشرت برضه ان المشكله المعاصره بقى في جيلنا بدات من تقريبا 1850 وهي جايه لنا من الهند. واحنا كان عندنا برضه محاوله الترجمه اللي بداها رفاعة الطهطاوي وفيها بذور فلتره للفكر العلماني والاصلاحي اللي كان جاي لنا بحيث انه يتم تعقيمه وافقاده القدره تماما على ان هو يعمل اي تاثير عندنا. يعني كان في نوايا من قبل الهند من عندنا هنا لكده. ثالث نقطه بقى موضوع الحاكميه والالوهيه. موضوع الحاكميه والالوهيه الحقيقه كون ان السياسه تتطابق مع الكونيات ده اساس رئيسي جدا في اليهود المسيحي اللي يمكن اقليه حتى في الدائره نفسها يعرفوا المشكله دي نابعه من ايه. المشكله نابعه من ان الارض جزء من الكون، وان الارض دي في اليهود بناء على النص اليهودي الموجود وتم التاسيس على اليهود المسيحي تم احتلالها من الشيطان، والاحتلال ده يحرره الانسان اذا تم التوافق مع مشيئه الله. فالتوافق مع مشيئه الله ما بيجيش اوبشن، ده بيجي اوبليجاتوري لان هو عمليه تحرير. فاذا احنا استمرينا على القراءه التاريخيه للنصوص دي بشكل تاريخي لا يمكن تجنب الموضوع دي. لا نهايه والمسيحيه وصلت لها في 79 في الاصوليه المسيحيه استردت مره ثانيه، مش بس في المستوى السياسي لكن ده في جماعات خطيره جدا في العالم كله بتسترد الامر ده بشكل. وبالتالي اللي انا عايز اتكلم فيه هو انه القراءه الحرفيه بقى للنصوص الابراهيميه ايه راي حضرتك فيها يعني؟ وبالتالي القراءه الحرفيه بقى البعد التاريخي في القصص دي كلها مدى تاريخيه الامور دي بقى وما يترتب عليها. شكرا. ناخد الاسئله ورا زي ما قلت ونرد رد يا دكتور عشان ما نوصلش. طيب يعني بتسالني عن ما قبل الاشعريه. بالتاكيد كان في قمع على الاشعريه، ما حدش يقدر ينكر انه كان في بيمارس، لكن خطوره الاشعريه انها منهجته ونظرته خلته جزء من المعتقد. يعني انت عارف الفرق بين الشيء عندما يكون ممارسة والشيء عندما يتحول من يكون مجرد ممارسة إلى أن يصبح اعتقادا. الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أنك تستطيع في حالة العنف كممارسة مثلا انك تدين وانك او القمع كممارسة انك تدين وانك تنتقد وانك، لكن عندما يتحول الى جزء من المعتقد بتصبح النقد الرفض المساءلة بتصبح خروجا عن الدين. دي مشكلة. احنا عندنا ما اقدرش اقول انه الامور كانت قبل الاشعرية كلها زي الفل، ما اقدرش اقول الكلام ده على الاطلاق، لا طبعا بالتاكيد، لكن هو الفرق بين انه يكون القمع مجرد ممارسه ليس هناك تنظير بيسندها بيدعمها، تمام، ويتحول من كونه مجرد ممارسة ليس هناك تنظير يسندها، وخصوصا عندما يكون تنظير اعتقادي بقى كمان في العقيدة كمان يتحول من الوضع ده إلى أن يصبح هناك بنية نظرية عقائدية، تمام، بتقدم المسوغ النظري لهذه الممارسة. عارف كان ألبير كامي أظن في كتابه الإنسان المتمرد شرعنا يعني بالظبط كده يقول لك إيه؟ أسوأ حاجة في الإنسان المعاصر إنه بيمارس القتل والدمار والبتاع ويقدم له
يعني اساس نظري كده يصبح يمنطقه، يحاول يديله منطق، يخليه ممارسه ممنطقه. تمام. الانسان الحيوان اللي بيروح يقتل حيوان ولا بتاع بيقتله عشان هو جعان عايز ياكل. تمام. لكن الانسان يروح يقتل انسان تاني ولا بسبب معتقد، بسبب ما اعرفش ايه يعني. فده اللي عملته مش عارف. مسألة النصوص يعني انت باستمرار يا شادي كل ما نتقابل تفضل تكلمني عن النصوص والقراءة بتاعت النصوص كل الصور نفس المدرسة. شادي بيسأل عن النصوص كتير. تمام. هي النصوص ده لو جيت للقرآن مثلا، الناس احيانا بتتعامل مع القرآن باعتبار انه كله كلام ربنا. طب ايه رايك؟ انا قلت للطلاب بتوعي المده كده اظن بقول لكم كده، قول لهم انا عايزكم تروحوا للقرآن ده وتمسكوا صوره، حتى ايمن قال نمسك صوره كده واحده. تمام. روح تشوف كام صوت موجود في الصوره. أترى الله هو اللي بيتكلم ولا الشيطان ولا البني آدم ولا مين بالظبط اللي بيقول، ولا مين اللي بيتكلم؟ القرآن فيه تعدد في الأصوات، علشان كده ده يبرر حكاية النص والخطاب ده اللي كان على الأستاذ علاء كان بيتكلم في حكاية النص والخطاب، إنه النص طيب الأصوات دي كلها اللي قاعدة بتتكلم في القرآن. وخد بالك حكايه تعدد الاصوات دي تعدد مقرف بالمناسبه يعني. انا اسف ان انا بقول اللفظه دي، بعتذر عن استخدامي لللفظه دي. يعني عامل مشكلات على فكره، عامل مشكلات انه احيانا بننسب لله قول اشياء هو ما كانش بيقولها، والله مش هو اللي كان بيقولها، البني ادمين هم اللي بيقولوها. وبعدين يقول لك الناس بدل ما تقول لك نفسي الناس تعمل حاجه بسيطه يا شادي، بدل ما تقول لك القرآن، بدل ما تقول لك الله يقول القرآن بيقول. بدل برضو ما اخواننا الاباط يقولوا المسيح بيقول، يسوع بيقول، يقولوا الانجيل بيقول. لانه في فرق في الحقيقه بين قول الانجيل قول الله، بين قول القرآن وقول الله. طول الوقت الناس بتتخفى وراء هذه المسألة وهي لا تدرك انها بتعمل مشكله كبيره. وعشان اوضح لك المشكله انا عايز اقول لك انه وانا قلت الطلاب بتوعي بجيب لهم هذا الموقف دايما. احنا عندنا مجتمعات قاعده بتميز بين الرجل والمراه طول الوقت، وتيجي الست تقول لها ايه يا ستي هو انا اللي بميز؟ ده ربنا نفسه اللي بيميز، مش ربنا بيقول وليس الذكر كالانثى. تمام. تيجي تقرا الايه تكتشف ان ربنا مش هو اللي بيقول. تمام. مش ربنا اللي بيقول، ده امرأة عمران هي اللي بتقول له يا رب انا كنت طالبه منك وربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. ده اللي بتقول مش ربنا. لكن احنا ننسب القول لربنا. فاحنا محتاجين دراسات واسعه يا عم شادي الله يكرمك على النصوص وعلى القرآن وعلى النصوص المقدسة دي. محتاجين نشتغل عليها شغل واسع، نشوف الأصوات اللي جوه دي اللي بتتكلم، وفين الله بيقول، وفين فلان بيقول، وفين ده بيقول، وفين إبليس بيتكلم، وفين الشيطان ما عرفش بيعمل إيه، وفين ده وفين ده وفين ده، علشان تبقى الأمور منضبطة شوية. لكن النصوص مش بتقول كل حاجة. الفقهاء خدوا قواعد يا دكتور من الأقوال اللي هم غير الله في القرآن، يعني بنوا قواعد. يمكن الست اللي عادة بتضرب بها مثل هي دي ست بسيطة، لكن الفقهاء صنعوا قواعد، وضعوا قواعد فقهية بناء على نصوص مش منطوقة. الفقهاء دول عملوا حاجات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. يعني اللي يشوف الفقهاء عملوه يكتشف كوارث. طبعا القمع قائم على داعي الحقيقة المطلقة طبعا بكل تأكيد. يعني أي حد وهو احنا مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا في ان كل واحد فينا مدرك انه الحياة في جيبه، وطالما الحياة في جيبه تيجي تتكلم معاه يعني تتكلم على الحقيقة يا اخي.
ينفع تتكلم مع الحقيقة؟ ينفع حد يناقش الحقيقة؟ الحقيقة تقبل، يعني يتم التسليم بيها، مش يتم الحوار معاها ولا مساءلتها ولا مناقشتها. المشكلة بقى عندنا في الثقافة العربية الإسلامية اللي أنا بعرف فيها شوية يعني، إنه ويمكن أنا لسه كان حد صحفي امبارح كان بيسألني يقول لي فسر لنا والنبي حكاية غياب الحوار وغياب البتاع ده ومش عارف إيه إلى آخره. المشكلة إنه التحولات بتتم باستمرار من إنه الناس بتبقى معاها القوة وتحول القوة الحقيقة. تمام؟ يعني في البداية خالص الناس بتحقق انتصارها بالقوة، القوة المادية الفيزيقية اللي هي بتملكها، وبعدين تروح في مرحلة لاحقة بقى تحول هذا الانتصار من انتصار القوة الباطشة الفيزيقية المادية اللي هي بتملكها إلى إنها انتصرت بسبب إنها ماسكة الحقيقة، فتتحول من سلطة القوة إلى سلطة الحقيقة. تمام؟ ونصبح في هذه الدايلما. فكل الناس بتتصارع عندنا في الإسلام، كل فقيه شايف إنه القوة في إيده، هو مالك القوة. ولهذا السبب يعني القمع متبادل. بالمناسبة القمع متبادل. انت بص دلوقتي، يعني انت لو بصيت دلوقتي على اللي بيعملوا المسلمين في بعض، انت هتبص تلاقي الواحد ما بيصدق الفرصة تجيله، بس المقموع طول الوقت ده بس بمجرد ما يتمكن شوية كده، مش يعيد النظر في القمع ويتعامل مع لا، مش يفكك، مش يسعى إلى تفكيك القمع ويسعى إلى تجاوز البنية القمعية دي، لا ما بيعملش كده. لا، ده هو بيبدأ هو نفسه يتحول إلى القمع. يعني تحولات القمع والمقموع قاعدين بنتبادل المواقع. تمام؟ القامع النهارده بكره يبقى مقموع، والمقموع النهارده بكره يبقى قامع، وهكذا. ترجمة الطهطاوي وفلترة الفكرة والفكر وتطهيره من العلمانية، مش عارف أنا أحيانا الأحكام العامة دي القاسية تزعجني، لأنها بتكون في الحقيقة فيها ظلم كبير للجهل اللي عملوا الناس دول. الناس دول عملوا جهل كويس، وعملوا جهل احنا في أحيان كتيرة قرناه قراية متسرعة وما تعاملناش معاه بقدر ما يستحق من الجدية. أنا أظن إنك محتاج تعيد حتى قرايتك للطهطاوي، لأنه في الحقيقة أنا معاك، أنا عندي نقدي للطهطاوي بالتأكيد، وعندي بس بفهمه يعني بفهم اللي بيعمله الطهطاوي. الفرق بيني وبينك إن أنا بفهم اللي بيعمله الطهطاوي، يعني أتفهمه، مش قاسي. أظن إحنا ودينا حكاية القراءة الحرفية للنصوص دي، وإن إحنا محتاجين دراسات، يعني مثلا على النصوص المقدسة، دراسات مش بس تشتغل على التأويل وعلى المتابعة، تستفيد بالفعل من نظرية الخطاب. نظرية الخطاب مهمة جدا في التعامل مع النصوص المقدسة. وأرجو أن أنا أكون يعني قدرت أرد يا شيخ. وشادي قال نقطتين كنت هذكرهم، فبشكر شادي ان هو اشار ليهم، وتحديدا فيما يخص الايديولوجيا مش بس الاسلاميه، يعني ففكره ان استدعاء الايديولوجيا فقط كسند للعقل الاشعري لا، ده مش حقيقي يعني. وحضرتك طبعا اسهلت ترد عليه. خلينا دكتور بس يعني اذا كنت تسمحي ان انا القي الضوء على، يعني مش عايز اسميه نقد، يعني انا هاخد او كده، بس فكره ان الاغراق في نسب الاستبداد فقط بان هو الصوره النمطيه ان هم رجال الدين بيخدموا على السلطان واستدعاء صوره الله في السلطان، ده مش حقيقي. لان حتى الاستبداد يبدو ان هو اشمل من فكره الحاكميه. ادعي فهم المتواضع ان العقل المسلم لا يمكن فصله عن العقل العربي. والعقل العربي لو حللنا الموضوع انثروبولوجي شويه، هو يخشى من فكره المتغير. لازم حاجه يسند عليها نظره، لازم حاجه يسند عليها عقل، لازم حاجه يسند عليها وده بشكل او باخر بيكون مبرر في الاستبداد الفكري، الاستبداد السياسي، الاستبداد المجتمعي زي ما حضرتك اشرت لي. دي حاجه الثانيه قراءه حضرتك ايه في ان ضروري وحتمي استدعاء شخصيه النبي محمد في صياغه الحاكم
المواهب من الله، لان النبي لم يكن نبيا فقط، هو نبيا وملكا حاكما ومشرعا. بس دول السؤالين. خلينا نروح للاولاني المتعلق ب نمطيه الاستبداد فقط لخدمه السلطان والعقل العربي او العقل المسلم، فكره ان هو لابد ان يستند على ثابت ولابد ان يستند على شيء في نسق حياته في نسق الوجود. هما يعني هو الترابط بين يعني لما تيجي تفكك العقل، تفكيك العقل مش هتكتشف انه العقل ده انبنى بالطريقه اللي انبنى بيها دي، انه دايما محتاج الى ما يبدا منه، حاجه يبدا منها، اصل يرتكب اليه. يعني انا بسميه في شغلي عقل التفكير بالاصل، انه دايما بيفكر باصل، لابد انه يكون في شيء زي ما انت اشرت كده ثابت بينطلق منه. العقل ده برضو يعني المشكله بتاعت الاشعريه، انه الاشعريه الناس بتتعامل معاها باعتبارها مجرد عقيده او دين. في الحقيقه لابد انك تتعامل معاها تعامل اوسع من كده، لانه الاشعريه كانت مجال لوضع قواعد. كان القواعد دي بدا وضع هذه القواعد اسبق شويه من ابو الحسن الاشعري نفسه مع الامام الشافعي تحديدا. هذه القواعد تحولت من قواعد التفكير في الدين، في العقيده او في الفقه مثلا. اذا خدت الشافعي باعتبار الشافعي واحد من اصول يعني مؤسس علم اصول الفقه، واذا خدت الاشعري باعتبار ان الاشعري واحد من المؤسسين الكبار في علم اصول الدين او علم العقائد، هتكتشف انه القواعد اللي هم وضعوها واشتغلوا بيها من اجل التفكير في العقيده ومن اجل التفكير في الفقه تحولت الى بنيات عقليه ثابته العقل بيشتغل بيها طول الوقت بصرف النظر عن المجال اللي بيفكر فيه. يعني هنا بقى في مجال معرفي عام بيشتغل في هذا العقل. فانت المشكله يا احمد ان انت تعاملت مع ان انا بتعامل مع الاشعريه مش باعتبارها مذهب ديني او معتقد ديني او الى اخره. انا بتعامل مع الاشعريه باعتبارها فضاء معرفي بتشكل داخل هذا الفضاء تكوين عقلي بعينه. تمام؟ التكوين العقلي ده هو باستمرار محتاج الى هذا الثابت الذي يرتكن عليه اللي انت اشرت اليه ده في التفكير، فاصبح محتاج باستمرار. الاحتياج ده بيعني ايه؟ بيعني انه عقل لا يرى نفسه على التفكير مستقلا. ولما يكون في عقل لا يرى نفسه قادر على التفكير مستقرا، فده عقل يرى في نفسه القصور، انه قاصر ببساطه. والقاصر محتاج له ايه؟ ولي. تمام؟ ولي امر. محتاج له مرشد. تمام؟ ده فانا معاك انه وانا معاك متفق معاك تماما فيما اشرت اليه من انه مش المساله بشويه رجال دين والى اخره. ده المشكله لا، انا شايف ان المشكله منشأها سياسي. المشكله منشأها سياسي. بس احنا عندنا ثابت بيتحرك دايما في الاسلام، هو انه السياسه تطلب شيئا فتصنعه لها الثقافه. السياسه بتطلب، السياسه عايزه، لكن من الذي يحول ما تريد السياسه الى وضع قائم على التأبيد مؤبد، وضع مؤبد؟ ده بيحصل فين؟ بيحصل في الفرن بتاع الثقافه. الثقافه هي اللي بتعمل المساله دي. فالتشابكات بين السياسه والدين تشابك قوي، ومشكلته في الاسلام انه تشابك خفي استخبى. السياسه استخبت ما بقتش ظاهره. السياسه قاعده بتعمل حاجات كتيره جدا، بتشتغل في الفقه وبتشتغل في العقيده وبتشتغل في الحديث وبتشتغل معرفش فين وبتشتغل فين، بس بتشتغل على نحو ايه؟
متخفي، مش واضح، مش ظاهر. تمام؟ فاحنا عايزين نشوف المراوغات دي ونفضح هذه المراوغات، يعني نحيل الامر زي ما شفنا كده مراوغه الحاكميه اللي بيعملها المولود. السؤال الثاني من استهدار شخصيه النبي محمد كشخصيه فاعله، يعني حتى في كل حاجه المسلم العادي اللي هو غير مؤدب والغير باحث ما يقدرش يعيش بعيدا عن هذا النموذج، هو اللي لازم يعيش زيه حذافيره. جميل. برضو هنا التحولات اللي تمت، التحولات يعني انت لما تشوف شخصيه النبي صحيح في مكه غير المدينه تماما، مش بس في مكه غير المدينه، في التاريخ نفسه شخصيه النبي. يا راجل، انا كنت النهارده بتكلم مع الطلاب بقول لهم، سالتهم هذا السؤال: هل كل ما يصدر عن النبي من الله، اي حاجه بتصدر عن النبي من الله؟ وعشان قلت له عشان اسهل عليكم وعايزكم تشوفوا لي المساله دي في القران، تروح للقران تشوف يا ترى القران بيصور شخصيه محمد ازاي. في توبيخ احيانا. تمام؟ بالظبط كده، في توبيخ، في رفض، في اعتراض، في انه ياخد قرار ويجي القرآن يقول له انت خدت القرار ده ليه؟ وبما يعني ده بيعني ايه ببساطه؟ بيعني ببساطه انه لا يمكن انه شخصيه محمد جرى اسطرتها من الاسطوره، يعني اتحولت من شخصيه تاريخيه عايشه مع الناس والناس بتقابلها وتتخانق معاها وواحد يمسكه ما اعرفش منين وواحد يعمله مش عارف فين و الى اخره، تمام، الى شخصيه عبرنا بها حدود التاريخ. لما تروح مثلا لشخصيه في البدايه، المؤلفات الاولى اللي اتكتبت عن سيرته فيها 7-8 معجزات، وبعدين تنتهي للمؤلفات المتاخره 3000 معجزه. يعني بنتكلم في البدايه في عدد يعد على اصابع اليدين من المعجزات المنسوبه لهذه الشخصيه. نيجي في 5-6 قرون تفاجأ بانه الامر تضخم، فوصلنا لكام؟ وصلنا تم احصائهم 3000 معجزه. ده معناه انه شخصيه محمد نفسها لابد ان تعاد يتم استعدادها من فضاء المفارق، فضاء المقدس اللي تم التعالي بيها الى فضاء التاريخ. بس قبل ما نعمل ده مع النبي محمد علينا ان احنا نعمله الاول مع الصحابه. يا راجل ده احنا عندنا تابعين، لما تيجي تتكلم عنهم يقول لك انت كافر. تمام؟ ده مش بس تابعين، ده انت دلوقتي لو قلت ملاحظه انها قصه للشيخ الشعراوي، تمام، هيتقال لك على طول. فاحنا هذا الميل الى الاسطره والتعالي بالشخصيات واخراجها من فضاء التاريخ الى فضاء المقدس، دي ممارسه مستمره محتاج انت تفرمها. تمام؟ رايي انك ما تروحش للنبي على طول. انا مش ده اللي اقصده السؤال، اللي اقصده يا دكتور ان هو بالفعل حاضر، وعلينا ان نحرر النبي من كونه ان هو اصل هو كده زي حاجه. ما هو اللي صنع له هذا الحضور، تمام، هو الذي اراد ان يوظفه على هذا النحو، تمام، لكي ياخذ من ورائه ما يريد. حضرتك قلت نقطه مهمه في الكتاب وخليك تروح لهذه القصه، انت كده بتجرد النبي من ان هو فاعل، هو مفعول به، لان هو لو كل ده يعني فكره الهجره وامر اقامه الدوله وامر كل التشريع اللي عمله كل مؤسسه، هو انت كده بتجرده من ان هو كان فاعل، وبالتالي كنت ممكن تاخد. لا مش بجرده من فاعل. لا ما اقصدش حضرتك العقل المسلم العادي. يعني انا على الاقل شايف انه، وحتى اللي يقرا السيره بالمناسبه، يعني اللي يقرا السيره ده سيره ابن هشام، مش هقول لك تروح حته ثانيه، يعني لما تروح لابن هشام تبص تلاقي والله الاسلام ده بقى بسبب اعدائه، بسبب تقاليد الجاهليه، بسبب تقاليد البداوه. تمام؟ لانه تقاليد البداوه هي يعني الناس ما كانوش قادرين يروحوا الساده والبتوع دول
بتوع قريش الكبار دول وبتوع الفروع الكبيره في قريش، الفروع الامويه والفروع ما كانوش قادرين يروحوا يقتلوا محمد وينهوا المساله يعني. لكن هم ادركوا انه لكن تقاليد البدو ومدركين ان ده هيحرك ابو طالب ويحرك ما اعرفش مين ويعمل ما اعرفش ايه والى اخره. يا راجل ده ابو جهل على عدائه الشديد ده مع النبي. محمد لما شاف حد بيشتمه يعني انفعل وعادت اليه النعره المدافعه يعني. فتحس انه حتى قوانين القبيله اللي الاسلام جه علشان لكن الشروط الموضوعيه يعني ان احنا نقررها ونشوف انها بتشتغل ازاي. تمام. وبعدين انا متفق معاك تماما انه هناك سعي نحو الاسطره بشكل مستمر وخلق شخصيات وتحويل هذه الشخصيات الى نماذج مطلقه. بس امال المؤسسات الكهنوت تعيش منين؟ وتاكيدا لكلام حضرتك يا دكتور، حتى العقل الاصولي المسلم يثور غضبا للانتقاص من النبي اكثر من اثاره الغضب اللي هو ينتقص من الذات الالهيه. لا ينتقص من الله زي ما انت عارف. بس الله هيحمي نفسه. مش كان يقول لك ان البيت رب يحميه ابو طالب، قال لك كده ان البيت رب يحميه. صحيح. فالله هيحمي نفسه. شكرا. حضرتك ذكرت أصحاب الموجود والمصطلحات الأربعة. هو عندناش أفكار جماعة التكفير والهجرة والسجن استنادا على المصطلحات الأربعة دي، طلع من المصطلحات الأربعة دي بمخالفة الإخوان في السجن اللي هو كتاب دعاء التمهيد دعاء الخضار. أصل السؤال كتاب حضرتك أقول فيه اتفضل. أنت حضرتك مفهوم إزاي هذا العالم شو بيطعم إزاي؟ مجرد مراءة أو مجرد يعني التماسا للأمان داخل السجون هم ناخدوا الموضوع. لا الكتاب اللي أصدره الهضيبي، الكتاب الهضيبي كان بره ما كانش مسجون ولا حاجة. لا هو صدر المذكرات الكتاب. لا هو أصدر حسب الإفراج عنه. لا حسن الهضيبي لم يكن مسجونا في أي وقت من الأوقات. حسن الهضيبي كتب الكتاب ده بره. هو في لحظه كان صديق عبد الناصر متهيألي، كان في لحظه في الاول. حسن الهضيبي كتب هذا الكتاب وهو خارج السجن. يعني لم يكن داخل السجن. وهو شوف يا استاذ محمد، انا قريت الكتاب بس الكتاب مش في دماغي دلوقتي ولا حجج ولا اللي بيعمله ولا الى اخره. تمام. يعني مش حي في دماغي يعني علشان بس اكون بتكلم واضح يعني. هي المشكله انه خطاب تسييس الاسلام طالما هتسيس الاسلام التسييس ده لازم يوصل بيك لكده، لازم يوصل بيك لهذا الصدام. شئت ام ابيت سمي نفسك قول دعاء، بس طول ما انت شغال في الدعوه بمنطق تسييس الاسلام هتصل في النهايه الى انك تبقى لست داعيا بل ستكون قاضيا وستحكم على الناس وسيصل الامر بك الى المواجهه مره ثانيه مع الدعوه. الخطاب دايما ليه منطق بيتجاوز نوايا الافراد. الافراد ليهم نوايا بس الخطاب له منطقه اللي هو اكبر من النوايا. وعلشان كده احنا لا نسائل النوايا، وكان نيته ايه، كان عايز يعمل ايه، كان عايز تمام، ده كله شيء لا يعني. لكن خطاب الاخوان نفسه لو خدت خطاب الاخوان نفسه تمام في المراكز بتاعته الاساسيه ابتداء من البنا نفسه، انا بقول لك ابتداء من البنا اللي بيبدو انه مسالم وهادئ و الى اخره. البنا سيد قطب نايم فيه وبالتالي شكر مصطفى نايم فيه كمان. اي كلام غير كده يبقى اوهام. عليك دكتور يعني أقدر تركيزك على مسألة الأيديولوجيا الأشعرية أو العقيدة مش ايديولوجيا، عقيدة. عقيدة. هل تعتقد هذا سبب تضخم الفقه في داخل الدولة الإسلامية على حساب سلوكيات الإيمان؟ يعني انتقال القبح والحسن من جانب عقلي إلى جانب شرعي. هل تعتقد منا هاي النقطة ساهمت في تضخم؟ لاحظ بالدولة الإسلامية الفقه جدا متضخم،
يعني كل شيء له نمطيات وسلوكيات وشكل خارجي. صحيح. يعني السير عبارة الشكلانيين، اكو شكل خارجي للايمان صحيح. وليس داخلي. صحيح. بتفق معاك في الملاحظه دي تماما، انك طبعا لما تقول يعني الحسن والقبح شرعيان يعني نصيان، يبقى هيتضخم، مش بس مش المنظومه الفقهيه اللي هتتضخم، خلينا اقول المنظومه النصيه داخل الفقه هتتضخم، لانه الحقيقه مسار الفقه الاسلامي في اتجاهين ماشيين، مش اتجاه واحد. في اتجاه بيلح على الاخبار كمدخل التفكير في الفقه والنصوص، وده الاتجاه اللي تضخم قوي مع الشافعي، كان واحد من الاعمده اللي دفعت في المسار ده، بس المسار ده انفجر مع ابن حنبل وفضل ماشي بقى هذا المسار في الفقه الحنبلي. لكن في مدرسه ثانيه بتفكر في الفقه ابتداء من الاصول الكليه، المقاصد الكليه بتاعت الشريعه، يعني بصرف النظر عن الاسماء. الشاطبي طبعا واحد من الاسماء المهمه جدا في المسار ده، لكن في ناس حتى غير الشاطبي، يعني انا مثلا لو رحت لواحد زي الطوفي مثلا، يعني الحقيقه افراد، لان الطوفي ده بينسب الى الحنابلة ده، وده امر انا مش فاهمه في الحقيقه، يعني ده امر انا عايز تماما عن فهم، لانه قرايه الطوفي تقول لك ان الراجل ده معتزلي بالاصاله، وعلى فكره هو منسوب للاعتزال، انا واحد من الناس اللي بيرجحوا انتسابه للاعتزال، لانه بيتبنى داخل، رغم انه بيكتب كتاب في الفقه الا انه بيتبنى المنظور الاعتزالي في العقيده، بيتبناه تماما. يعني في قضيه الحسن والقبح هو شايف ان الحسن والقبح عقليين، وانه الافعال بتاعت الله معلله بغرض وغايه هم صلاح الناس. ده كله كلام بتاع المعتزله مش بتاع الحنابلة ما يقولوش الكلام ده كلام المعتزله. تمام؟ فده بيفكر في الفقه بانه في قاعده كليه، القاعده الكليه هي المصلحه، وعلشان كده لما تتعارض المصالح مع النصوص يقول لك لا قدم المصلحه. فاحنا عندنا يعني للاسف اللي خلى الوجه النصي للمنظومه الفقهيه حاضر بقوه، لانه ده بيزدهر باستمرار مع تسييس الاسلام. يعني كل ما سيست الاسلام كل ما اكتشفت ان انت بتلح في الفقه على الجوانب النصيه، على الجوانب الاجرائيه، على الجوانب البرانيه في الفقه. كل ما كنت اقل تسييسا، يعني كل ما انتفى التسييس، لم يعد هناك تسييس للاسلام، كل ما كانت الشريعه مفهومه في اطار اصولها ومبادئها الكليه، انه ليها اصول ومبادئ كليه. هذه الاصول والمبادئ الكليه هي الاولى بالاهتمام، هي الاولى بالرعايه، لازم نبدا منها، مش النصوص والاخبار. المدرسه النصيه دي مدرسه، لكن نعمل ايه؟ اللي بيسيسوا الاسلام، اصل اللي بيسيس الاسلام هدفه ايه؟ هدفه انه يضبط الناس عشان يضبط الناس، يعمل كنترول على المجتمع، الدوله تعمل كنترول على المجتمع وتضبط الناس. عايزه قواعد ليها صفه الالزام، فعلشان تعمل قواعد ليها صفه الالزام تقول لك ايه اكتر، ما هو اكتر سلطه يمكن ان تلزم؟ الله، النص. لكن تقول لي العقل، تحط العقل باعتباره هو السلطه المنشئه لاحكام. العقل بينشئ احكامك، لكن الاحكام دي ملهاش قوه الالزام الذي للاحكام التي تنشئها النصوص. وللسبب ده لانه الهدف هو القمع، الهدف باستمرار هو القمع، انك ازاي تتحكم في الناس، تسيطر عليهم، توجههم، تستخدم اقصى درجات الالزام والضبط. يعني دي دوله ضابطه. اي دوله ليها وظيفه في الدنيا، دوله الاسلاميه دي انا مش عارف بتعمل ايه، ملهاش الا هدف واحد، ضبط الناس. بس الناس ماشيه كده، تمام؟ لا تحقق رفاهيه ولا هي دوله نمو. ما بتسميش نفسها دوله نمو، ما بتسميش نفسها دوله عداله، ما بتسميش نفسها اي حاجه. هي بتسمي نفسها دوله ايه؟ دوله ضبط، كنترول. how to control people. ما العمل؟
ايه رايكم بقى لو قلت لكم العمل عمل ربنا؟ هو في الحياة تمام. هو في الحياة هو اللي احنا بنعمل، انا بتصور انه النشاط اللي بتعمله حركه علمانيين بانها تجيبني وتجيب غيري علشان يقعد يتكلم في قضايا ويفكك القضايا ويعمل المساله، ده جزء من العمل. العمل دلوقتي لا ينبغي ان احنا ننتظر استمرار من الدوله انها تعمل كل حاجه. يعني المجتمع المدني عليه انه يشتغل، وعليه انه يتحرك، وعليه انه يفتح الباب امام يعني. المشكله يا دكتور ان الاصوات الليبراليه هي اللي بتطلب الدوله في التدخل، الليبرالي اللي بيؤمن بدوله الحد الادنى وعدم تدخل الدوله الا فيما يخص الامن والدفاع بيستدعي الدوله. هقول لك بص اوروبا ما شافش لا هي بتقول كل مره ازمه العقل وازاي استعطلت اوروبا ده مهم. ف رايي استاذ محمد انه انا بعتبر انه اللي انا عملته النهارده ده، انا ما عنديش توصيات اديها للدوله او اقول للحد اعمل كذا وكذا 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 وكذا. انا لو اثرت في عقل واحد يبقى انا عملت انجاز. لو كل واحد فكر في هذا المنطلق اثرت في واحد انجاز كويس. و يعني هذا ما في يدي ان افعله، والله اعلم واعلم، وشكرا جزيلا. هي اي تغيير بيحصل في قوى مجتمعيه موجوده عايزه تحقق مصلحه هي بتدفع التغيير. احنا عندنا في مصر هنا في نخبه صاخبه وعقلها البائس. لما النخبه دي نتخلص منها ويبقى في نخب جديده نقدر نعملها، ساعتها يحصل التغيير.